أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات نبض العاصمة. النهاردة فقرتنا مختلفة ومتنوعة، هنتكلم فيها من داخل نادي الصيد الرياضي. نادي الصيد ده كانت في الآونة الأخيرة فيه بعض المشاكل، بالفعل تم حل جزء كبير منها. النهاردة نادي الصيد بقيادة محمد السبكي ومجلس إدارته عايزين يعملوا حاجة جديدة بفكر جديد. بالفعل في عدد أبطال تم تكريمهم وقدروا ينفذوا على عدد فردي. النهارده هنرحب برئيس الاتحاد الرماية العربي والأفريقي اللواء حازم حسني. حازم، ازي حضرتك؟ المقدمة الجميلة على النادي اللي هو السنة منور الدنيا كلها، وحضرتك بقى انت نورت نادي الصيد وما جيت المحل الفاضي. لا والله نادي الصيد ده هنقول إن هو نادي عريق. إحنا عملنا معاه زي ما نقول اتفاقية إن إحنا إزاي نخرج أحسن عدد من الرماة. يمكن كان المشروع بدأ بسيط من 12 سنة. النهارده عندنا رمية شاركت في الأولمبياد، يمكن على مستوى المحل بالكامل ما شفناش حد من الرماة أو اللاعبين على وجه الخاص في أي لعبة استطاع إن هو يشارك في أولمبياد باريس 2024. المجهود ده مش موجود وليد اليوم، بل موجود متكامل بين مجلس الإدارة بقيادة الأستاذ محمد السبكي. بحس النهارده في استقبالهم إن هم يد واحدة، أسرة متكاملة، الناس عاوزين يعملوا حاجة للمنطقة اللي هم ساكنين فيها، عاوزين يخلوا النادي أحسن نادي. هو بالفعل أحسن نادي موجود هنا. أنا زرت أندية كثيرة في المحل، لكن نقدر نقول إن كنادي اجتماعي وبه أنشطة مختلفة، خاصة الرماية عنده قاعدة كبيرة من المشاركات، عنده المنافسة بتبقى كبيرة وشديدة في المنافسات، المسابقات اللي نظمت على مصر رماية. ده كله نقدر نقول ان هو مردود للمجهود المبذول من مجلس الاداره، ان هو ازاي يقود منظومه الرياضه في النادي، ويخلي ان اسم النادي موجود ومسموع على مستوى الانديه. كل ما حققوا نتائج، كل ما هم يقدروا يقولوا ان النادي ده ناجح. وكان الدليل على كده ان مي المجدي شاركت في اولمبياد 2024، وده طبعا نقدر نقول ان وجودها في المسابقات المحليه واشتراكها في المسابقات الدوليه هيبقى دليل ان النادي ناجح. هي مي دي لم تصنع بنفسها، بل صنعت من خلال النادي. النادي بيدعمها والاتحاد بيدعمها، بس انا بقول ان المنزل بتاعها او بيتها اللي واقف معاها دايما هو النادي. النادي موفر لها اماكن تدريب، موفر لها التنقلات، بيوفر حاجات كتيره جدا. لما بتبقى متفوقه ومتميزه وعضو في فريق قومي، الاتحاد بيتولى كل شيء خاص بالرماة. فالنهارده نقول ان المنظومه الناجحه بتحصد نتائجها النهارده، وانا شايف ان احنا هنقدر ندعم النادي في الفترات القادمه ان شاء الله. ليه؟ لانه لما قدرنا نساعد النادي وقدرنا نقف معاه كسائر الانديه، هو كان عنده انتاج قوي جدا ان في حد شارك في الاولمبياد. ده في حد ذاته يعتبر انجاز يوضع في التاريخ، ان النادي عهد مجلس اداره بقياده الاستاذ محمد السبكي استطاع المشاركه في دوري الاولمبيه 2024. حضرتك انا شايف ان في اهتمام كبير من الاتحاد عندكم، بدليل ان حضرتك جاي من القاهره لمدينه المحل عشان تكرم البطله بتاعتك. طبعا مجلس الاداره بتبقى حريصين دايما ان احنا نعمل دفعه معنويه للاعبين. الدفعه المعنويه ديت هي عباره عن عامل مشترك بين الاتحاد وبين النادي، في تفاهم وفي توافق كبير بين مجلس الاداره وبين النادي. فبنحس ان تواجدنا هنا ده شيء الزام علينا ان احنا نيجي، ده شيء ان احنا نقعد معاهم ونسمع منهم ونسمع من اولياء الامور لو في اي مشاكل خاصه بالرمايه عشان نحلها. الهدف بتاعنا ان احنا ازاي نكون عندنا قاعده كبيره من الرماة، وخصوصا الموهوبين في الاماكن المختلفه. طب حضرتك بقى نستغل فرصه حضرتك النهارده موجود داخل نادي الصيد، ايه اللي ممكن اتحاد الرمايه يقدمه نادي الصيد الفتره القادمه؟ نادي الصيد احنا مش هنقدم، ونادي الصيد احنا متعاونين مع بعض، بيطلبوا حاجات كتيره جدا نقدر ندعمهم بيها. احنا عندنا الدعم الفني وده اكبر حاجه. احنا عندنا مدربين اكفاء وصلوا بالرماة الى الدورة الاولمبيه، ممكن نقدم لهم التدريب دوت في فتره من الفترات للرماة الخاصين بالنادي عندنا في مصر مجانا. ممكن نستضيفهم كمان عندنا يحضروا ونعمل يوم مسابقه خاصه بس بنادي الصيد. ممكن نديهم كمان قطع غيار اللي هي بتوقف السلاح. انا على فكره برضه مدعمهم باسلحه
ليه؟ علشان هم دول اعضاء في الفريق القومي، ودي مسؤوليتنا ان احنا ندعمهم في الفتره دي فترات قادمه. حضرتك بقى رسالة تقولها لرماة على مستوى مصر، ألعاب الرماية، الأبطال بتوعك بقى تحب تقول لهم إيه؟ الابطال احنا وصلنا لمرحله معينه، الوصول للقمه ليس صعب ولكن الثبات عليها صعب، وبالتالي يجب ان احنا نبذل قصارى جهدنا متعاونين مع الاجهزه الفنيه والانديه المختلفه علشان نقدر نوصل الى الرامي او الرامي الاولمبي.